مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زمان ودلوقتي. معاكم أحمد سعد على راديو حكاية. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا بيشغل كل الناس، وطبعا كلنا بنعاني منه سواء كنا شباب أو ولاد أو كبار أو صغيرين، ألا وهو موضوع طبعا الشائعات اللي منتشرة طول الوقت. طيب هنتكلم النهاردة عن هي إيه أسباب الشائعات وإيه تأثيرها علينا في المجتمع، وإزاي بقى هنواجه الشائعات دي. أول حاجة هنتكلم عنها هي أسباب الشائعات، وهي الجهل. وطبعا يا جماعة الجهل ده مصيبة كبيرة بتؤدي إلى كوارث ومشكلات كبيرة قوي، لأن الجهل بيخلي الناس تصدق الشائعات من غير ما تفكر فيها، ومن غير ما تدي نفسها فرصة تعرف إذا كان المعلومة أو الخبر اللي وصل لهم ده صح ولا غلط. وتاني حاجة هي الخوف. الخوف بيلعب دور مهم جدا في تأثير الشائعات أو انتشارها بصورة كبيرة جدا. طيب ده بالنسبة للأسباب. طيب هنتكلم بعد كده عن الشائعات وتأثيرها. بتؤثر على كل حاجة. الشائعات بتؤثر على الصحة النفسية، وده بيسبب قلق وتوتر وضغط نفسي رهيب سواء على الفرد أو على الأسرة أو على المجتمع. طيب دي حاجة. الحاجة التانية والأهم والأخطر هو التأثير الضار للشائعات على المجتمع. فالشائعات بتطارد كل حاجة، والشائعات هي سلاح خطير في هدم الأسرة أو هدم المجتمع. وطبعا شايفين السوشيال ميديا هي أخطر حاجة بتصل عليها الشائعات، وفي بيوت بتتعرض لأن هي تتخرب، وإن ناس تسيب بعض، وإن أطفال تتشرد بسبب الشائعات. دي حاجة. ده بخلاف طبعا الشائعات اللي بنشوفها طول الوقت عن الفنانين وعن الوسط الفني، وإن الفنان الفلاني اعتدى على التاني، وإن دي اتطلقت ودي اتجوزت. وطبعا بيبقى كل دوت لابتزاز الناس واستغلالهم والتشهير بيهم وبسمعتهم وهكذا. فطبعا دي حاجة لازم كلنا ناخد بالنا منها، ونخلي بالنا قبل ما نستقبل أي معلومة أو كده. وأهم حاجة وفي النهاية هو إزاي نواجه بقى الشائعات اللي احنا طول الوقت بنتعرض ليها سواء على مستوانا الشخصي أو مستوانا الاجتماعي. أهم حاجة يا جماعة إن احنا نخلي بالنا، نشوف مصدر إيه المعلومة. أي معلومة نشوفها على الفيس على السوشيال ميديا لابد إن أنا أتحرى قبل ما أخدها وأنقلها لغيري وأشيرها عندي على صفحتي وأبعتها في رسالة وهكذا. لأن برضو من أسباب الشائعات إن أنا أنشر بوست أو لينك أو حاجة ويطلع هاكر يتسبب في إن أنا أدمر مثلا تليفوني ولا حاجة. لو في هاكر على تليفون ببعته رسائل الهدايا ورسائل الحاجات اللي بتظهر دي. لابد يا جماعة ان احنا نخلي بالنا من اي معلومة نسمعها او نشوفها، اتحرى منها واشوف مين اللي قالها، وبعد كده لو هي حقيقية ابقى انشرها وارددها وهكذا. انما كل ما انا اشوف حاجة او اعمل لها مشاركة مع اصحابي ومع اخواتي ومع اهلي، فدي طبعا كارثة كبيرة بتؤدي لمشاكل كبيرة احنا ممكن ما نكونش بنشعر بيها، ولكن هي مع تكرارها ومع ترديدها تؤدي إلى كوارث. وفي نهاية الحلقة نشكركم على حسن المشاهدة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج زمان ودلوقتي. أشوفكم على خير.